مرحبا. وصفتنا لليوم هي أكلة كتير مشهورة بحلب، واللي هي لحمة بكرز. ويلا نشوف طريقة التحضير. نحتاج 800 جرام كرز الوشنة المفرز، نص كيلو لحمة مدهنة، معلقة ملح، ربع معلقة قرفة، معلقة 7 بهارات، نص كوب سكر، صنوبر، بقدونس. هون فضيت الكرز بقلب الطنجرة، بدي اطحنه بالهاند بلندر او فيكن تطحنوه بالخلاط الكهربائي كمان بصير. بدي لكم ملاحظة، أنا ما صفيت الكرز أبدا بالمصفاية، تركتها على حالها وما بتأثر طعمتها أبدا. لتتبيلة اللحمة بنحتاج معلقة ملح، معلقة 7 بهارات، نحتاج لصنوبر، وبنخلطهم كتير منيح وبنكورهن كرات صغيرة أو حسب حجم انتو اللي بترغبوله. ومنكورهن لتخلص عندي كل الكمية. من بعد ما جهزوا عندي كرات اللحمة، هلا رح احطهم بالمقلاية واقليهم، او فيكن انتو تحطوهم بالفرن تشووهم، وهيك لياخدوا لون حلو. اذا اللحمة عندكم مالا مدهنة فيكن ضيفولها معلقة سمنة. صارت عندي اللحمة جاهزة. حطيت الكرز على النار، بضيفله نص كوب سكر، بحركه كتير منيح ليدوب عندي السكر، طبعا على نار هادية لحتى يتقل عندي القوام. بدي لكم ملاحظة، أنا هون هلأ صار عندي رغوة، هاي الرغوة لحالها بتروح مع الغليان. من بعد ما تقل عن القوام بنضيف لها اللحمة اللي قليناها مسبقا، ونعيفها على نار هادية لمدة ربع ساعة. لاحظوا معي اللحمة صارت حمراء لأنها تشربت من مية الكرز، هذا هو القوام المطلوب. طبعا أنا هون قطعت الخبز بهالشكل، وراح أضيف عليه اللحم بكرز وهو وساخن. طبعا هون بنزينها بالبقدونس.
بنرش عليها قرفة، بنزينها بالصنوبر. وهي هي النتيجة. بتمنى تنال اعجابكم. اذا انتم جداد على القناة لا تنسونا من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.